تدعموا المحتوى وتعملوا له لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. ميعادنا النهارده مع الجزء الثاني في طريقه عمل الفسيخ، وهنفتح النهارده بقى على الفسيخ اللي احنا عملناه وخليناه وحطيناه في التلاجة ونشوف النتيجه ايه. هنسمي الله كده ونفتح عليه ونشيل الراس والاحشاء ونبتدي بقى يا جماعه نشوف اللون الوردي، وازاي كمان هوريكم تحفظوه بطريقه تحافظ عليه وتقدروا تاكلوا منه طول السنه من غير ما يجرى له اي حاجه وبطريقه امنه تماما. شايفين ما شاء الله اللحم مزبد. بالمناسبه كيلو السمك ده عامل 60 جنيه، وكيلو الفسيخ وصل سعره ل 200 و 250 جنيه، فاظن يعني مفيش اوفر من كده ولا احلى ولا انضف من كده. شايفين ما شاء الله اللحم وردي ومزبد وشكله حلو جدا. وبالنسبه للناس اللي هتتريق وتقول يا مصريين انتوا بتاكلوا سمك ني، السمك يا جماعه مستوي بفعل التمليح والتخمير، يعني ده سمك مستوي ويمكن احسن كمان من السوشي واحسن من السيفيتشي واحسن من الاكلات اللي بتدفعوا فيها دم قلبكم بره. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، ونروح نشوف الاول هنحفظه ازاي علشان خاطر ما اطولش عليكم. انا زي ما انتم شايفين كده بشيل اللحم الفيليه خالص، ما شاء الله اللحمه مزبده زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى احطه في قلب بوله كده واحط عليه زيت واقفله له بكليننج فيلم واحطه في الفريزر واسحب منه زي ما انا عايزه. لو عجبك بقى الفيديو لايك وشير، واتمنى لك كل خير، وتحياتي ليكي رشا الغفير.